من الممكن انك تعمل عمل سينمائي ربما يعني يضم هزلا، ولكن في قالب نقدي. يعني الكيف ده فيلم عظيم جدا، والاغاني اللي اتقالت فيه يعني في معرض النقد. مظبوط. يعني هذا الفيلم عظيم، واعتقد صح انت معايا؟ طبعا انت مش طبعا. يعني انت مش عايز فيلم هادف، يعني الفيلم ما يضمش هو هنا الفيلم هنا فيلم آه. الكيف هنا كان بينقد حاله. ده هو بيقول الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، ان مش من المفروض ان احنا ده تدمير لثقافات، وتدمير لمخاخ الشباب. يعني ان احنا نعمل لهم حاجه لمجرد ان هي تبقى كلام حلو متركب على بعضه. والدكتور خالد بيشير لده دلوقتي. الفيلم هنا دي بتخدم الدراما، يعني الاغنيه هنا خدمت الدراما، دي اغنيه نقديه. هو عايز يوصلنا لان ده غلط، وان احنا مش حابين ده، وان المفروض يبقى الافضل. وعشان كده خلى برضو اللي بيعمل الاغنيه دي مين؟ تاجر مخدرات. وكانه بيربط بين تجاره المخدرات. بالظبط هو ده تدمير وده تدمير. ولذلك العقليه الجماعيه، الناس حفظت صحيح الاغاني، ولكن اما بتيجي بتضرب بيه المثل في التفاهه. بالظبط كده. يعني هو الراجل حتى قال له اديني بقى في التفاهه. والحجار في موقف ما شبيه درامي غنى مش عارف اللي هو فابو العلا البيت. لما غنى اغنيه محترمه الناس طلعوا شتموه، بس كان بيغني لسكاره في كباريه، فالناس طلعوا شتموه، فقام غني لهم اغنيه وخلاص. فمن الممكن عايز يقول كده برضو، تمام. الفئه دي من الاغاني في حته معينه. يعني احنا بنقول ايه؟ ان الفن، مجال الفن يختلف تماما عن مجال النقد الاجتماعي. عالم الاجتماع اما هيجي ينقد هيستخدم التقنيات الخطابية، هيكتب مقاله يا جماعة ده صح وده غلط، وهذا يعني شيء خاطئ في المجتمع، وهذا لابد ان احنا نواجهه. طب نواجهه ازاي؟ 1 2 3 كده. الفنان لو ما ينفعش انه يتحول لكده. الفنان والا مجالك في الجرايد، مجالك في على المنابر مثلا الوعظ بقى، هيبقى الفن كده وعظ، ما ينفعش. الفن بيعرض، ربما يعني يبغض اليك الشيء بعرضه. بعرض لك الحاجه عشان تكرهها. طيب